السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف حالكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن حال يا ربي. لا فيديو اليوم غنشارك معكم واحد المعلومة حول واحد العشبة اللي كتكون متوفرة في هذا فصل الشتاء. العشبة اللي غنتكلم عليها اليوم وهي الشويلاء. باللغة العربية تسمى الشويلاء، باللهجة المغربية كنسموها الشيبة، وكذلك في البلدان المغرب العربي تسمى بهذا الاسم، لكن تختلف من بلد إلى آخر. تسمى بالشيح الرومي أو العطري، وتسمى بشيح ابن سينا، وكذلك شجرة مريم، تسمى حناء قريش والبعيتران، يعني أسماء مختلفة ومتعددة تختلف من بلد إلى آخر. عشبة الشويلاء أو الشيبة على مواد كيميائية وخواص علاجية لكثير من الأمراض. أول حاجة غنتكلموا على الجهاز الهضمي، فإنها تعالج الطفيليات الموجودة في الجهاز الهضمي كالدودة الشريطية والديدان، وكذلك تخفف أعراض مرض كرون الذي يصاب به الإنسان بسبب الالتهاب في الجهاز الهضمي، وتحسن الهضم لقدرتها على فتح الشهية وزيادة إفراز اللعاب، وكذلك تحسن حركة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ والغازات. تسكن كذلك الآلام وتخفف الالتهاب كالتهاب مفاصل الروماتيزمي، وكذلك فهي أثبتت عدة دراسات فعاليتها في مقاومة مرض السرطان ومقاومتها لمرض السرطان، لأنها تحتوي على مادة الكامازولين، وهي مادة مضادة للأكسدة، مما يساعد الجسم على مقاومة السرطان والزهايمر وأمراض القلب، وكذلك الأمراض المناعية الذاتية. في طريقة الاستعمال ديالها، مثلا احنا في المغرب ضروري كنستعملوها مع التاي يعني الشاي، وتستعمل مع الحليب كمشروب يومي، صراحة يومي. هي عندها واحد المذاق جميل بزاف، رغم انها بعد ما كتكون مره، وهذيك المرورة ديالها راه هي اللي عندها واحد الفعالية كثيرة بزاف، وبالنسبه للجسم وهي كتسخن الجسم، لهذا كنلقاوها موفره في فصل الشتاء، يعني الفصل اللي كيكون فيه البروده بزاف. فصل الصيف ما كنستعملوهاش، انا ما كنحتاجوهاش لان الجو كيكون سخون، لكن يجب استعمالها بحذر، لانها فيها واحد الماده اللي كتستعمل كانها مخدر. لان في بعض الدول منعوها، مثلا كندا وامريكا كانوا منعوها واحد الفتره، انه اكتشفوا فيها واحد الماده اللي كتخدر، لكن هي كتستعمل بحذر. انا ناخذ واحد الوريقات منها وكنوضعهم في الحليب او في الشاي، لكن مذاقها صراحه جد رائع، حتى ريحتها زوينه بزاف. هذه طريقه الاستعمال ديالها، او نشدوها ونطبخوها في الماء ونشربوا كاس مثلا في الصباح، كاس في المساء. هي لا تضر، خصوصا للناس اللي مصابين بمرض السرطان غتنفعهم بزاف، لانها كتقتل الخلايا السرطانيه. ما لقيتوهاش يعني طريه، ممكن هي كتباع جافه او كتباع على شكل كبسولات في الصيدليات، يعني كتستعملوا باي طريقه، وكتبقى يعني حافظتوا عليها كتبقى مده سنه في الفريزر، تحافظوا عليها وتبقاو تستعملوها. عندها كذلك عده استعمالات بالنسبه للشعر، فانها تساهم في انبات الشعر، يعني كنستعملوها مع الزيوت ونحطوها على الشعر، انا كتساعد في انبات الشعر. بالنسبه للزوائد اللحميه كتكون في الجسم كنستعمل او التالول، كنستعملوها وهي جافه، من بعد ما كنطحنوها كنحطوها شويه تحمص في المقلاة، كنضيفوا ليها الفازلين او زيت زيتون، وكننظفوا هذاك المكان، كنعقموه بشويه خليط ديال الليمون او الحامض مع الثوم، نمسحوا هذاك المكان الزوائد او التالول، ونحطوا عليه هذاك الخليط ديال الفازلين والشويلة ونغطوه حتى الصباح، ومن بعد كنشدوا نتبعوها 3 ايام، يعني ممكن تحيد في اليوم الاول او الثاني او الثالث باقصى حد، كيختفي هذاك الزوائد اللحميه او التالول. نتمنى لا فيديو اليوم يعجبكم حول عشبة الشويلاء وتكونوا استفدتوا، ونتمنى ان شاء الله تبارطاجيو هذا الفيديو للاحباب والاصحاب باش تعم الفائده والكل يستفد ويعرف الفوائد ديال هذه العشبه. اشرفنا على نهايه الفيديو، نتمنى ان شاء الله تكونوا احسن حال، وما تنساوش اللايك والاشتراك. مع السلامه.